السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم بقناتي مطبخ آراء سعيد. اليوم الفيديو مالتنا بلش من الساعة 7 الصبح. راح أخذكم ونروح إن شاء الله نسوي زيارة للإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. أكيد كلكم تحبون هذه الزيارات، فحبيت أخذكم وياي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشرور والتعسير، ويكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت حسبنا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم يا عزيز يا جبار، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل عيوننا تدمع من خشياك، واجعلنا يا رب من أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب العالمين. اللهم اختر لي الأفضل في كل أمور حياتي، ثم ارضني باختيارك أنا وكل من قال آمين. وحبيباتي، مثل ما تعرفون هنا بعد ما نقدر نصور راح نكمل زيارة ونرجع لكم إن شاء الله تكملون الجولة ويانا. وبعد أن كملنا زيارة وندعينا لكم للجميع بالخير والصحة والسلامة، أخذنا جولة بالسوق. بس احنا لأن جايين كلش من وقت، فالمحلات مو كلها مفتحة. هنا شنو هاي من يتذكرها؟ حلاوة جيل الطيبين. الدنيا حارة ما أخذت من عندها، يعني أنا كلش أحبها، بس هاي حلاوة شتوية أعتبرها. هنا طبعا الصياغ بعدهم معزلين، وهنا اجينا لهذا السوق وأيضا بعدهم معزلين، وهنا الحلويات والأشياء اللي تغري، مستحيل نطلع بدون ما نشتري. وهنا جربنا العصير كلش طيب، شوية أخذنا انتعاش. وتفوتون من يم هاي المعجنات الطيبة وما تشترون؟ لا مستحيل، أكيد أخذنا من عندها. شوفوها جديدة وريحتها تخبل، مكانكم خالي والله. طبعا البقسم اللي عنده روعة، عنده الناشف وعنده الطري، والكعكة والسمسم أيضا كلش طيب. والله إن كلهن طيبات وحلوات. يعني باختصار انتو جايين هنا السوق الكاظمية، يعني مستحيل تطلعون اذا مو بعلاقتين انتو شايلين من هاي النمنمات. وجينا هنا للحجي، اخذنا شيبس واخذنا من هذه النمنمات الطيبة. وجيل الطيبين راح يطلع لكم فشي هسه ممنوع تكتبون اسمه، هو طيب هياته اسمه مو حلو بس طعمه طيب. أكيد أخذت من كل هذه الأشياء الطيبة. بعدها رحنا للمنصور، دخلنا للحلواني. أول شي نبرد وتريقنا هذه الفطائر الطيبة ويا استكان الشاي حتى ننتظر المول يفتح. طبعا هذه الطلعة الحلوة طلعنا أني ومحروتي قناة طبخ من بغداد، واكيد روحوا زوروا قناتها لان هي ايضا صورت لكم فلوج، وهسه اكيد نزلته حتى تشوفون الفلوج مالتها كلش حلو، صورت لكم هواي اشياء حلوه. هسه راح ناخذكم ونروح المول المنصور حتى نسوي جوله سريعه بيه. طبعا وصلنا للمول واخذنا جولة بمحلات الملابس، نشوف شنو الموديلات اللي موجودة. ما اعرف، احسها كلها متشابهة، والسنة صايرة كثرة الالوان بشكل مو طبيعي، والقماش نادرا ما تلقون شي بارد، يعني الاقمشة الستن نهائيا ما تناسب الجو اللي احنا بيه. والمكان اللي احنا بيه إذا تتذكرون هنا كان سوبر ماركت، وكان يبيع أجهزة منزلية وشغلات يعني بيتية، فمحوليه صاير ملابس. وهنا راح ندخل على فلو، طبعا تعرفون هي ماركة تركية. هنا المحل صاير طبق الأصل عن المحل اللي موجود في تركيا. وهنا ماركة كيكو، المكياج والسوالف مال البنات. طبعا بوثات العطور موجودة في كل مكان، والتيسترات موجودة في كل مكان. راح اخذكم على كادو. هنا موجود محل اوتلت، يعني الاوتلت يجيب
هذا مكانه صاير بالطابق الأول. الماركات العالمية، يعني كل الماركات العالمية الأوتلت تلقوها هنا بأسعار مناسبة. طبعا من يسوي تخفيض تصير الأسعار كلش روعة. دائما تابعوه. يعني كل ما أجي أنا أخذ من عنده شغلات تلقون زارا، تلقون بقية الماركات في أوتلت. زين، فحبيت أصور لكم إياه حتى تاخذون شوية استفادة إذا يعجبكم هيك. طبعا المكان كلش كبير، يعني يراد لكم حسب حسابكم فد ساعة ساعتين انتو حتى تخلصوا، لأن يحتوي على نسائي ورجالي وأطفال، حتى حديثي ولادة، وحتى قسم المنزلية. هاي الشغلات الإكسسوارات، شموع، هيك سوالف كلها أوتلت تلقوها هنا. طبعا هذا كله القسم الرجالي هنا. ودا تشوفون طبعا أيضا عندهم تكرمون الأحذية، الحقائب بكل الماركات. وهسه دخلنا على ديفاكتو نشوف شنو عنده من موديلات جديدة. ونصعد للطابق الثاني حتى نكمل جولتنا. طبعا هنا تلقون القسم الرجالي، ودخلنا هنا على محل اسمه سولين، تكرمون عنده الأحذية والحقائب كلش حلوة. وهسه وين راح نروح؟ أكيد الإلسي، راح نشوف شنو عنده شغلات حلوة. طبعا قسم الأطفال البناتي يجنن هالمرة، عنده سوالف، فما تحسون بالوقت إذا أنتوا طالعين ويا ناس تحبوهم. كلش تونسنا، وبعد هذا التعب وين رحنا؟ أكيد نتغدى. هذا المطعم أنا أنصحكم به، أكله من أروع ما يكون، نفس المطعم اللي موجود بتركيا دنياسي إذا تتذكرون، هذا اسمه طاووق، ما أعرف مبينة واضحة أو لا. المهم حبيت إنه أشوفكم حتى تجربون أكله كلش طيب. وحبيباتي لهنا أنا راح ينتهي الفيديو، لأن كان يوم ممتع ما حسينا بيه. إن شاء الله تكونون استمتعتوا ويانا، وألتقيكم إن شاء الله في فيديو جديد، وأترككم في حفظ الرحمن.